مش أنا وعدتك إن هيحصل حاجة النهاردة أهو حصل. اللي حصل في اليوم ده يتحكي عنه كتب. أنا بذكائي المفرط وبديهتي القيمة كنت حاسس إن الموضوع مش هيعدي عادي كده. حاج عبد المنعم الفشار شكله مش راجل سهل خالص. اليوم اللي قضيته معاه حسسني إني أعرفه من سنين السنين، ومن خبرتي ومعرفتي بطباع البشر وخباياهم كنت متأكد إن الحاج عبد المنعم هيكون مخبي بلاوي. أنا اتحججت بالتعب وقلت للولاد ما يجوش اليوم ده، وبعدين افتكرت إن مش فاضل لي كتير فقلت لهم يتأخروا شوية بس، يعني بدل ما يجوا الصبح بدري يجوا على الظهر. بس واضح إن الظهر ما كانش كفاية، لأنهم لما جم شافوا حاجات عمرهم ما شافوها ولا سمعوا عنها حتى. الموضوع بدأ بالست وحيدة. ست وحيدة معلمة في شادق السما، واضح على طلتها إنها معلمة على تقيل. إيديها فيها غوايش تمنهم يكفوني أنا وولادي لحد ما أحفادهم تموت. ست وحيدة أول الطوفان اللي ظهر طلعت على الحسابات تحاسب على بقية فلوس الحاج عبد المنعم. ما هو اتضح إن الحاج عبد المنعم مش قريب صاحب المستشفى ولا حاجة، واتضح إن أنا مش هاتية. على فكرة الممرضة الزهقانة هي اللي هاتي، أنا عرفت يعني إيه معنى هاتي. أنا في زمن الشات جي بي تي. المهم الحاج عبد المنعم كان متجوز، وكانت زوجاته هما اللي بيدفعوا فلوس كل حاجة. خد بالك من كلمة زوجاته دي. أنا مش هقول لك دلوقتي هو كان متجوز كام، خليها قدام عشان نعد مع بعض، عشان والله بتلخبط كل ما بعد. المهم الست وحيدة دفعت الحسابات ودفعت مبلغ وقدره يعني. دخلت مين بقى؟ دورتها حاجة فوزية كودي يتزار معتبر. الاتنين اتخانقوا قدام بتاع الحسابات على مين اللي هيدفع، ودي تقول انا اللي هدفع وملزمة بيه، ودي تقول لها هو انت حيلتك اللضا، وخناقة. هتقولي طب وانت عرفت ازاي؟ وانا ما قلتلكش؟ ما انا كنت موصل ممرضات لو حد جه من طرف الحاج عبد المنعم يقول لي عشان اعزيه، يعني بصفة الهيتية بتاعته. أول ما جت الست وحيدة قالوا لي، فنزلت أعزيها معتقد غير متأكد إنها مراته الوحيدة. أول ما وصلت كانت الحاجة فوزية جاية. الموضوع اتطور ما بينهم. الحاجة فوزية حبت تأكد للست وحيدة إنها معاها فلوس، راحت مطلعة فلوس من بوك معاها ورميتهم على طول ده واحد. راحت الست وحيدة هي كمان مطلعة فلوس ورميتهم على طول ده واحد. كانوا خلاص هيمسكوا في بعض، بس الحمد لله الموضوع اتلم وهديوا هما الاتنين مؤقتا، عشان تكون الصورة واضحة يعني مؤقتا، لأنهم لما طلعوا فوق عشان يستنوا الجثة تتغسل كانت في انتظارهم مفاجأة. الحاجة مفيدة والست إصلاح وهادية كمان كانوا فوق. ملحوظة يعني هادية لسه صغيرة فممكن نقول اسمها بدون ألقاب يعني عادي. كل واحدة من الستات التلاتة دول كان معاها بنت على الأقل. وهنا بدأت الخناقة تتطور لدرجة كاد الحاج عبد المنعم يسيب الغسل بتاعه ويقوم يضربهم ويرجع تاني يتغسل. الأولاد اللي كانوا جوه بيغسلوا أبوهم لما عرفوا بالخناقة خرجوا كلهم، كل واحد يهد أمه. بس اللي حصل مش كده. اللي حصل إن في واحدة مش عارف مين بالظبط، مفيدة إصلاح دي ولا دي، مش فاكر بصراحة. افتكرت الحاجة بدوية. الحاجة بدوية ما هي جت برضه بعدهم بشوية. أول ما جت الحاجة بدوية واللي معاها الدنيا وسعت. أمن المستشفى اضطر إنه يطلب الشرطة، واتعمل للحاج عبد المنعم جنازة عسكرية بنت لذينة. هتقولي دول ست ستات أهو، حد كان متجوزهم كلهم؟ هقول لك أولاً هما مش ستة بس،
دول كانوا 8، لإن اللي حضروا الجنازة وجُم قالوا إن في 2 ستات كانوا مستنيين على المقابر. ثانيًا آه، كان متجوّزهم كلّهم ومخلّف منهم كلّهم، وكلّهم كانوا بييجوا يزوروا في المستشفى ويدفعوا جزء من الحساب. هتقول لي إزاي؟ ده المفروض في الإسلام يبقى متجوّز 4 بالكتير. أقول لك يا أخويا هي جات على دي، ده إحنا لمّا دوّرنا وراه إزاي كان بيزوروه وما حدّش فيهم يعرف بالتاني، لقيناه كان عامل نظام صارم. ابنه الكبير كان بيساعده فيه، كان هو اللي بياخد الفلوس ويودّيها الحسابات عشان ما حدّش يحس بحاجة، وكان فارض عليهم ييجوا إمتى ويمشوا إمتى، كان عبقري. أنا أمّا عرفت الكلام ده وقفت وسقّفت له، وكنت عايز أروح المقابر أبوسه كمان. أمّا جوازه ب8 والإسلام 4 والكلام ده، فأنا ما أعرفش عملها إزاي. ممكن كان بيتجوّز ويطلّق من غير ما يعرفوا، ممكن كان بيتجوّز طلقات مزيّفة، مش عارف. اللي أنا عارفه إن أنا ضحكت ضحك النهارده، اتبسطت أوي، يوم غريب جدًا واتبسطت منّه أوي. أنا هاخُش أنام دلوقتي ومش زعلان على اليوم اللي ضاع، أنا حاسس إنّي ما عِشتش غير اليوم ده. أسيبك بقى وأنام، يمكن أحلم بالحاج عبد المنعم يحكي لي عمل اللي عمله ده إزاي.